لو عرف واجباته الاول حقوقه هتجيله دايركت يعني. تمام. طيب دي من الحاجات المهمه جدا جدا. وسام ابو علي الواضح ان هو مش هيسافر مع النادي الاهلي في جنوب افريقيا، والواضح ان ممكن هو مصاب، ممكن والواضح ان لما كلمنا كتير جدا 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 على ضروره وجود مهاجم بجوار وسام ابو علي، الكلام ده بيحصل النهارده. طيب. وطبعا البدايات خفيفه، يعني لو مباراه صعبه قدام النادي الاهلي لا كان ممكن يعاني. اوكي. طيب بدايه الله يبارك فيك، ماتش كويس النهارده الحمد مبروك. لله. الله يبارك فيك. لا مبروك على ايه يعني؟ ده نسيت حاجه. نسيت تقول مبروك لا فبفكرك والله، يعني. اصل مبروك على ايه يعني؟ ده يا حاجه عم ان شاء الله متعودين حتى تكون عليها. خطوبه، المهم حاجه مبروك. يعني ده الحمد العادي، لله. ده لا يعني طبيعي كده. مباراه الشوط الاول فيها نموذجي لحد ما جاء الجول الثالث. مساعدين حكام يعني ما يطلعوش من مطار القاهره من الجمرك، ما يطلعوش خالص لا ده كره الاثنين. حسين مساعد الشحات دي لا صعبه ده قوي. ثلاثه. لا لا ده يعني بتاعت ثلاثه، حسين ده دي حسين يعني. الشحات الخطوط ها. حسين الشحات حاجه واسماعيل صعبه. مساعدين ظاهر. ماشي. لا ما يطلعوش خالص يعني، اثنين مساعدين أيوة. يعني ما يعلم بهم الا ربنا، مش ممكن ابدا يعني. يتجمركوا. الجمركوا. فالشوط الاول لحد الجون الثالث نموذجي، وبعد كده مباراه طبعا فيها شويه حاجات كتيره جدا ايجابيه وفيها حاجات سلبيه بالتاكيد. ايوه. ايجابيه ان انت رحت كتير قوي وضيعت وحاولت، وفي حاجات الحكم ما ساعدكش فيها بقرارات خاطئه. تمام. وان انت توصل رساله في بدايه المشوار الافريقي في دوري المجموعات، ده كويس. السلبيه بتاعها او الايجابيه الاول ان ياسر ابراهيم رجع. كهربا عمل ماتش كويس وجاب جولين، فاستمراريته مطلوبه. ياسر ابراهيم زي ما قلت لك. عندك خالد عبد الفتاح الى حد ما مقبول في الحته اللي لعب فيها دي، بقى له فتره كبيره ما لعبش فيها. سلبياتها طبعا يمكن ان انت يجي في الجولين في استاد القاهره صحيح. مش حلو خالص، حاجه مش حلوه. سلبياتها ان انت دي المباراه كانت 13 يا كابتن طارق، في ان انت يبقى شباكك نظيفه. انت من 2 12 السنه اللي فاتت سنه كامله ما دخلش فيك ولا جول افريقي على مستوى دوري الابطال. صحيح. فكونك ان يكسر الرقم ده كانت ممكن برضو تزيد شويه. ايجابياتها ان انت بقالك 25 مباراه 20 شهر بالتمام والكمام دلوقتي، من اخر يعني هزيمه كانت قدام سان داونز يوم 11 3 23. النهارده احنا في نوفمبر 24. 20 شهر انت ما اتغلبتش على المستوى الافريقي، ودي حاجه كويسه. فانت بتحقق ارقام كويسه جدا يعني. تمام. صحيح. لكن لما تبص للبطوله هتلاقي البطوله سهله صعبه. يعني انا متاكد من دلوقتي ان في مفاجآت في دوري المجموعات. يعني فوجئنا وحصلت من النهارده على فكره. من يامل الكونغولي النهارده بيتعادل مع سان داونز. من يامل الكونغولي ده اللي هو ده انت لسه عارف فريق الكونغو في برازيل بالظبط. وفي كنشاسا، هو كنشاسا. تمام. فكونه ان هو يتعادل مع سان داونز في جنوب افريقيا، وكان مخرج بيترو اتلتيكو في دور ال 16 يعني، فانت في دور ال مارد بقى 32 طالع اسف. جديد. فانت بتتكلم بقى المجموعه دي كمان فيها الرجاء وفيها الجيش الملكي. الجيش الملكي. الجيش الملكي كسب الرجاء في كازابلانكا النهارده 2-0. فانت بتتكلم على ملامح مجموعه تغيير. ممكن تبقى مفاجاه. الهلال النهارده بيلعب مع يانج افريكانز يا جماعه في تنزانيا، ويانج افريكانز على فكره ده مش بالسهوله. فريق كويس جدا. ده يانج افريكانز كان سيمبا ويانج. اخر فرقه جابت في الاهلي جول، النهارده بيدخل فيها جولين على في ارضها تنزانيا على ارضها. فالهلال عنده ولد كمان اسمه كلوبالي، عنده 20 سنه ولا حاجه 19 سنه. يعني احنا برضو احنا فين في اللعيبه دي؟ لعيب هيبقى له شأن كبير جدا. عمل مباراه رائعه، جاب جول هايل جدا النهارده. اورلاندو بيلعب باثنين قدام عندهم 17 سنه يعني. فاورلاندو برضو الطبعه الهجوميه في جنوب افريقيا. فانت هتلاقي دوري اسف بطوله افريقيا دوري الابطال السنه دي هتلاقيه متكهرب. فرق الرجاء بعيد خالص حتى على مستوى الدوري، ده ترتيبه مش عارف ال 11 ولا ال 12، جايبين 14 نقطه من 11 ماتش، تخيل. فانت ممكن تلاقي فرق السنه دي صعبه مفاجاه بالنسبه لك. النتائج يعني بتقول الترجي كده. بيكسب 4. النتائج النهارده بتقول كده، بتقول انها البطوله يعني هتبقى فيها مفاجآت كتير. تمام. صحيح. نيجي بقى لسؤالك. وسام ابو علي. وسام ابو علي لا خلاف، لا خلاف. انا مش هغير رايي خالص يعني. هو طبعا في حته مختلفه شويه لانه نموذج الرقم 9. نموذج الرقم 9. كهربا عنده يعني موهبه احراز الاهداف. تمام. لكن الجزء البدني دايما محتاج شغل كتير قوي. تمام. صح. محتاج شغل. لكن الموهبه زمان محتاج كانوا لعب. بيقولوا لنا نعم محتاج شغل ومحتاج لعب. وكمان يا كابتن اسماعيل زمان كان بيقولوا لنا يعني الكره ما بتتنسيش. يعني انا وكابتن طارق وكابتن اسماعيل دلوقتي بسننا ده لو قعدنا اي حد ما يعرفناش هيعرف ان احنا كنا لعيب الكوره من اول ما تلمس الكوره. صح. لكن اللي بيقع ايه؟ الجزء البدني، الجزء القوه بالنسبه لك هي اللي بتقع. لكن لمستك للكوره
تمام. واحده. ايه ما هي؟ بتتغيرش حتى لو بقى عندك 70 سنه. صح. تمام. فحسام ابو علي نموذج للرقم 9. مش غير برضو رايي معاك يا مهيب، انا قلت لك احنا في يناير محتاجين 9 كمان، لعيب 9 كمان، واثنين على الاطراف. مكان مين؟ مش مكان، مع مين؟ مش لا مكان لا، مين، مش مع قصدي، مين؟ ما انت هتجيب، خلينا واضحين بس يا كابتن سيد ومتفقين. انت هتمشي، انت هتجيب اجانب، هتمشي اجانب. طيب التجربه برضو قالت لي ان بيرسي تاو يعني مش في احسن حالته دلوقتي، بقى له اكتر حلو قوي. من موسم. رضا حلو. سليم انت ما استفدتش بيه خالص، حلو. فما ينفعش يبقى عندي 5 اجانب منهم 2 ما بيلعبوش ممكن رضا سليم تقدر تتصرف فيه وعندك الاحقيه، لكن بيرسي تاو ما عندكش. بيرسي تاو لازم تديله اخر يا اما موسم. 500 ايه. ما هو اخر موسم بالنسبه له. لا انا بتكلم على يناير. ما انت يناير برضه. اه. يعني احنا لسه بنتكلم دلوقتي على كولوبالي بتاع الهلال السوداني. ايوه. تمام. عنده 19 سنه ولا 20 سنه. مم. بنتكلم على لعيب في الترجي النهارده عنده 17 سنه. مم. عنده وجاب جول مش عارف كان اسمه غشه ولا حاجه، قصي غشه حاجه كده يعني، جاب لعيب جول رابع. كبير. عنده 17 سنه. عنده 17 سنه. واحد عنده في اورلاندو عنده 18 19 سنه الوينجر هنا. فانت بتتكلم بقى ادي للناس الصغيره. انا تمام. ممكن استحمل حتى ده. ف يعني طالما لعيب محترف ما بيدينيش احسن ما عنده، يعني انت مع خروج رضا سليم وبيرسي تاو. تتحل بقى. اداره الاهلي هي اللي تحلها هي طبعا اللي تحلها في طبعا. الوقت الحالي. احنا عايز يعني المطلوب كفرقه في 9 مم. وفي 2 وينج. تمام. انا عايز بس اقول الف سلامه على كابتن بيبو، عنده نزله برد شديده شويه. ألف سلامة. ربنا يقومه بالسلامه ان شاء الله ألف باذن سلامة. الله. كابتن اسماعيل، كابتن لما سيد عبد الحفيظ يتكلم لازم تسمع الكلام، لأنه بيتكلم بوجهة نظر عميقة جدا. قالك مش النادي الأهلي اللي يدخل فيه هدفين كمان من فريق زي استاد أبيجان، كمان في استاد القاهرة. النادي الأهلي محتاج على الأقل 3 صفقات في يناير، والنادي الأهلي كمان ما استفادش من المحترفين بشكل كبير في الفترة دي بالنسبة للنادي الأهلي. وعلى كولر إن هو يعيد حساباته في الحتة الدفاعية. في انتقالات يناير كمان لازم يكون في مهاجم كمان مع وسام ابو علي يسند معاه. شفنا النهارده النادي الاهلي دخل فيه هدفين، مع ان النادي الاهلي فاز 4-2، لكن ده يعني انذار كبير للنادي الاهلي في خصوصا في الحته الدفاعيه.